فيلمنا النهارده بيكون اكشن وبس، ضرب كتير، بني ادمين مش بتحس. بطلنا بيكون مفتري وبيقتل اي حد يجي في طريقه لحد ما بيجيله بطل العالم في الملاكمه. قبل ما نبدا الفيلم الجبار لازم تطلع القهوه من على النار وتجيب الفشار. بيبدا فيلمنا بالبطل الاسطوري بويكا، عين قناص، جلد تمساح، قلب سفاح. وبتبدا اول مباراه وخصمه بيكون قوي، ولكن بويكا ما عندوش رحمه، بيكسر عظمه وبيخلص عليه. وبعدين بنشوف جورجيو ده بقى بيكون بطل العالم، سافر روسيا عشان يعمل اعلان لمنتج، شكله كده فلس ومعاش فلوس. ولما بيخلص الاعلان بيروح بيلاقي عصابه حاطاله مخدرات في كتابه، بيضرب اول واحد ولكن التاني بيغفله وبيوقعه على الارض. اول ما بيصحى بيلاقي الظابط بيقول له الكتاب ده بتاعك؟ بيقول له ايوه. بيقول له السكر؟ بيقول له انا اول مره اشوف الكتاب ده. بيقول له الكلام ده تقوله هناك، وبياخده هناك وبتكون باينه المحبه يا صديقي. واحد بيرشق ميه في وشه فبيلعب البخت في وشه. بيوصل جورج الزنزانه وزميله بيقول لهم قبل ما الباب يقفل ومش هتعرف تطلع، يلا عشان ناكل. بيظهر بويكا والمساجين بتقوم من جنبه والكل بيقف احتراما ليه الا جورج. بويكا بيقول للواد ده روح شوفه ما قامش ليه عشان المنظر العام وكده، فبيديله في وشه وبيروح لبويكا. فبويكا بيقول له انت بره كنت بطل ولكن هنا مفيش غيري، عم جيلي. فبيكب الميه في وشه. بويكا بيمسك فيه ولكن الحراس بيفرقوهم عن بعض. بعدين بويكا بيقول لهم انتوا بتفكوني ليه؟ ربنا كنت هموته، ولا انت عندك شك في ده؟ بيقول له لا طبعا ما اقدرش، بس هيكون احسن لو الكلام ده حصل في الحلبة. بعدين بنشوف جورج مع مدير اعماله بيقول له انا هخرج امتى بقى عامل من السجن المقرف ده؟ بيقول له موضوع انك تخرج ده شبه مستحيل، فبيسيبه ويمشي. وبيخرج بره بيلاقي رجاله بويكا بيضربوا زميله في الزنزانه، فبيروح يروق عليهم. بويكا بيعرف اللي حصل وبيروح لجورج وبيقول له ايه اللي انت عملته ده؟ انت فاكر نفسك مين؟ المكان ده بتاعي وما ينفعش تتصرف من دماغك، ولو جاي معاك في عراك فالحلبة تجمعنا. بيقول له الحلبة ليه؟ نتعارك هنا. ولكن الحراس بيفكوهم لتاني مرة. بويكا بيخلص على اللي قدامه من اول ضربة. بيقول له جورج تعالى على هنا، ولكن جورج ما بيعبروش. رئيس السجن بيبعت له حراس بيقولوا له تعالى يلا كلم رئيسك، فبيخلص عليهم فبيعذبوه. فالظابط ده بيقول له انت عيل غبي، خش ماتش ضد بويكا ولو كسبت هطلعك من السجن. بيقول له انسى الكلام ده مستحيل، فبيعملوا اوسخ معاملة. المهم رجاله بويكا بيروحوا لزميله مدمن السكر بيقول له خد يلا حطيت السكر ده وحط منوم لجورج. بيقابلهم جورج وبيقول لهم يا ابني انتوا ما بتزهقوش من الضرب ده، انا زهقت. وبصراحه الواد بيديهم علقه محترمه. بيعرفوا اللي حصل فبيحبسوه حبس انفرادي وبيغمى عليه من البرفان اللي في الاوضه. بعدين الحراسه بتروح لبويكا وبتقول له ما تقلقش جورج هيوافق. وبنشوف العجوز ده بيديله اكل وميه وعلاج وبيقول له ما قدامكش حل تاني لازم تقابل بويكا. بعدين بيقابل جاجا وبيقول له مش هتخرج من هنا غير لما توافق على القتال. بيقول له انسى انا مدير اعمالي مش ساكت وهيخرجني من هنا. بيقول له مدير اعمالك اللي هو ده؟ فبيتصدم ومدير اعماله بيقول له انت لازم توافق عشان تخرج. حتى ستيفن صاحبه بيقول له لازم توافق، فما بيكونش قدامه حل وبيضطر يوافق على القتال. وبتبدا المباراه وبويكا بيقول له مش انت بطل العالم في الملاكمه، انا بقى لعبك في حتتك بوكس بس. وجورج بينفخه في الملاكمه، ما هو بطل العالم بقى وبيكون هيكسب، ولكن بويكا بيغش وبيستخدم رجله. وبيشرب جورج من الميه اللي فيها المنوم اللي زميله حطها له. وبويكا بيعلمه طريقه عمل الميك اب في وشه. وبيفوق بيلاقي العجوز جنبه وبيقول له ايه اللي حصل؟ بيقول له زميلك حط لك منوم. بيروح له ولكن بيلاقي شاني نفسه سايب له رساله اعتذار. بعدين بيروح لبويكا بيقول له انت غدار يالا ومالكش امان. بيقول له انا يالا ده انا علمتك طريقه عمل المكياج. بيقول له انت حطيت له مخدر في الميه وكسبت بالغش. وبويكا ما بيكونش عارف هو بيتكلم على ايه اصلا. بيروح جورج لرئيس السجن وبيقول له انت قلت لي هتخرجني بعد المباراه دي. بيقول له انا قلت لك كده؟ انا يا ابني ما حصلش. جورج بيتضايق وبيضربه في وشه. وبويكا بيعرف ان رجالته هم اللي حطوا له المنوم. يجي واحد يقول له طب هو عرف ازاي؟ ربنا ما اعرف. فبيخلص عليهم. حتى بص الحركه دي. بعدين بيرموا جورج في التلج وبيبيتوه بره. ومدير اعماله بيقول له هتخرجوه امتى؟ بيقول له يا عم نخرج مين؟ انا لسه ما سبقتش منه. بيقول له طب هات ربع مليون دولار واشبع بيه براحتك. بيقول له بس كده؟ اتفضل يا عم. اول ما بيطلع بره بيقتلوه وبيرجع الفلوس تاني. ادي اخرة الطمع. تاني يوم المساجين بيلبسوه بيوكلوه بيشربوه وبعدين بيناموه. مدير السجن بيقول لهم مين اللي عمل كده؟ اللي عمل كده يتقدم خطوه. فالمساجين كلها بتتقدم فبيجيب ورا وبيخاف وما بعرفش يعمل معاهم اي حاجه. بعدين جاجا بيروح لجورج وبيقول له عشان تخرج لازم تلاعب بويكا تاني، بس اوعدك انها تكون بدون غد.
قشطه. بيقول له جبنه. بيروح يتدرب بس على ايد الراجل العجوز البطل المهزوز. بيقول له بص يا ابني، بويكا بيلعب على تكسير العظام، فانا اعلمك ازاي تصد حركاته. فبيعلمه ازاي يصد حركاته. بيقول له بقى لو عايز تتعلم ازاي تكسر رجله تعالى هنا. بيقول له اجي هنا فين يا مجنون انت؟ لولا سنك كنت غلطت فيه. بيقول له صف النية بقى، انت جاي تتعلم ولا جاي تهزر؟ المهم بيتدربوا ازاي يغلبوا البني ادمين، ولكن بويكا بيتدرب في البني ادمين وبيتسلى على شويه العيال دول. العجوز ده بيقول له البس الحته دي، انا لعبت بيها قبل كده وخسرت. بيقول له الله يطمنك. وبتبدا المباراه. بويكا بيسيطر في البدايه، ولكن بيكون في البدايه بس، وكان هيكسر رجله، ولكن الجوله بتخلص. نيكولا بيقول له انت لازم تكسب. مستني ايه؟ بيقول له مستني الجوله تبدا. وفعلا بتبدا الجوله، وبينفخ بويكا وبيعلمه طريقه عمل السجق بالجبنه، وبيفتكر الحركه اللي العجوز علمها له بينفذها ويكسر رجله. وبتنتهي المباراه لصالح جورج. وعلى فكره ده اول خساره لبويكا، فبيوفوا بوعده وبيدوله فلوس، ولكن جورج اصيل ومحترم وما بياخدش الفلوس، وبيقول له دي مقابل خروج العجوز. وفعلا بيخرج، وده بيكون ملخص الجزء الاول. انتظر بقى باقي الاجزاء، اوعدك هتكون دمار. وسلام.